ازيكم عاملين ايه؟ انا ياسين. انا محمد. النهارده جايين نعمل بارت 2 من منتجات مصريه، علشان احنا في المدارس بنصور اتاخرنا عليه. فالنهارده جايبين منتجات مصريه كانت من شركه داملا، وكان دي برضه بس بناكلها في شركة تانية. ده ستروبري. تمام. هنا دومتي كرواسو بالتوفي، توفي كراميل. ده دونتي كروسو بالميكس بيه. تمام. وهنا في 7 كولا، وهنا كاب كيك ريد فيلفل، وهنا كاب كيك سولت كراميل مملح، وهنا كاب كيك فانيلا كيك شوكليت. تمام. فنجربها ونقول رأينا ايه. وده شكلها بعد ما اتفتح. تمام. بسم الله. ندوق حتة. بسم الله. بسم الله. حسوا طعمها صور كده، فحسها صور كده فحلوة. طعمها صور كده، يعني طعمها حلو مع مملح شوية، فطعمها حلو. انا دي 10/10. طعم الكولا حلو وكفاية اوي. واديها برضه 10. ندخل على المنتج اللي بعده. دي بقى بالستروبري فراولة برد صور. حس بعديها ان مكتوب عليها صور. تمام. فنفتح بقى. ودي شكلها بعد ما فتحناها. بسم الله. ندوقها. دي بالنسبة لي طعمها أحلى. الستروبري فيها طعمها تحفة، وصور كده طعمها تحفة. اديلها 10/10. أنا صح اللي قبليها مديناش تقييم، أنا اللي فاتت اديلها 9.5/10. ودي اديها 9/10. طعم الستروبري واضح اكتر من اللي فاتت. ماشي. اديلها كام من 10 يا محمد؟ لا 10. 10/10. تمام. ندخل على المنتج اللي بعده. ده المنتج اللي بعده دومتي توفي كراميل. نفتح نشوف شكله. ده شكله. نقسمه ونرجع لكم تاني. بسم الله. ندوقها. ده شكلها بعد ما قطعنا. ده الحشو فيها كراميل. تمام. بسم الله. في توفي كده كراميل اللي هو بيبقى صغير، اللي هو ريحته دهبي، بيبقى طعمه حلو اوي. فطعمه شبهه اوي اوي. اديله 10/10. اديها 10. حلو. ندخل على الطعم اللي بعده. والطعم اللي بعده ميكس بيس دومتي. ده شكله. هنقسمه وبعدها وده الحشو من جوه اهو. حشو كويس. ندوقها. ده بعد ما قطعناها. بسم الله كده ندوقها. بسم الله. شفتوا؟ اديله كام من 10؟ 1 من 10. هديله 4.5.
نصها كده هجربك بالتوت تعمل نسخة مني، بس بصراحة مش حلو. ندخل على الطعم اللي بعده. ده منتج دودو سلطة كراميل، الكراميل الملح. هنفتحه. ده شكله. هنقطعه ونرجع لكم تاني. وده شكله بعد ما قطعناه، ده شكله من جوه. الحشو ممتاز، ندوقه ونرجع لكم تاني. ده شكله تمام، يلا بينا ندوقه. يلا يا محمد. تمام، بسم الله. ده طعمه وحش أوي. طعمه حلو. طلع تقييم 10/10. 6.5، معجبتنيش خالص. سلطة كراميل. بصراحة آخر تجربة ليها، وبصراحة هي أذواق، يعني ممكن حد تاني يعجبه، بس أنا بصراحة ذوقي معجبنيش خالص. ندخل على المنتج اللي بعده. الطعم اللي بعده بريد فلفل، شكلها كده. دي كده شكلها عليها واضح ان فيها كيك ريد فلفل، عليها فانيلا وريد فلفل باودر، يعني ريد فلفل. تمام، بسم الله كده. قربتها نرجع لكم تاني. دي شكلها بعد ما قطعناها. ده شكلها حلو. تمام، بسم الله ندوقها. طعمها حلو، اديها 10/10. ده 9.5. ندخل على الطعم اللي بعده. الطعم الأخير من دودو فانيلا كيك عند شوكولاتة بالفانيليا والشوكولاتة. افتحها كده يا محمد وقولها. دي شكلها. النحاس دي شكلها اكبر من الباقي كله، اللي كان قبليه كله. هنقطعها ونرجع لكم تاني. دي شكلها من جوه شكلها حلو. هندوقها ونرجع لكم تاني. دي كده بعد ما قطعتها هندوقها. طعمها حلو، اديلها 10/10. حاسس بصراحة دي أحلى من الريد فيلفل بالنسبة لي كترتيب. دي أول، ريد فيلفل تاني، تالت سلطة كراميل. الصراحة دي تحفة أوي أوي أوي، وبعد كده هجربها تاني هديلها 10/10. واديلها 10/10. المنتج الأخير معانا في كولا. بسم الله. بصراحة حاجة حلوة، بصراحة منتج مصري يكون عامل غلاف كده، يعني كصحية، عشان بدل ما نتلوث، أو بدل ما بينقلوا بضاعة وكده فما تلوثش كده. فلو واحد بره يفتحها على طول تبقى أحسن. وكمان لو ما قدرناش نكملها، حتى لو حد شارب نصها أو كده نقفل تاني. تمام، فبسم الله ندوها. بسم الله. تمام، ده بعد ما صبيناها واضح ان الصودا فيها كتيرة وحلوة. بسم الله ندوقها. طعمها
فعلا نفس طعم كوكولا وبيبسي، فاديله 10/10. الصودا فيها كويسة ولا قليلة ولا كتيرة. وانت محمد قول رأيك. هي احلى من الكوكولا والبيبسي، وكمان ده منتج مصري. وكده خلصنا الفيديو بتاعنا. يا جماعة ده عشان ما تفتكروش ان احنا بنرمي في الارض باص كتير. جنبينا. وكده بنكون خلصنا الفيديو بتاعنا، ومتنسوش تحطوا لايك وسبسكرايب وفعلوا زر الجرس. وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. واشتركوا في القناة. اشتركوا في باي. القناة. باي. مع السلامة. مع السلامة.